يلا بينا نعمل أحلى تومية سورية من صنع إيديكِ. بُصّي يا حبايبي، ده أساس التومية، كوباية إلا ربع نشا، كوباية مَيّة عليها، ونُص معلقة ملح، وهنقلّبهم كويس جدًا ونحطهم على النار يا حبايبي. إحنا عايزين مهلبية تقيلة جدًا تكاد تكون كده بلاستيكاية. بُصّوا بقى حبايبي ما شاء الله تبارك الله تقيلة خالص ما بتقعش إزاي من المعلقة، ما شاء الله حلوة أوي. هنسيبها بقى لغاية ما تبرد تمامًا ونشوف هنعمل بيها إيه. بُصّوا بقى ماسكينها أكنها بلاستيكية، أمّا بردت خالص مسكت في نفسها. هنحطها بقى هنا في الخلاط يا حبايبي، هنحط معاها معلقة صغيرة توم مفروم، وعلبة زبادي، ومعلقتين خل يا حبايبي كده عشان خاطر هي دي أساس الخطوة الخلطة بتاعتنا. معلقتين خل، وهنحط نُص كوباية زيت، مش هنحطها كلها، يعني نحط تِلت كده وبعدين نستنى شوية. ونشوف بقى تُقلها والتُقل اللي أنتِ عايزاه. ممكن على فكرة لو تقيلة شوية ممكن تزوّدي حبّة لبن أو حبّة مَيّة عادي ما فيش مشكلة خالص. وهنقلّب كويس جدًا يا حبايبي كده ونضربها في الخلاط ما شاء الله تبارك الله، هتدّينا أحلى تومية. بُصّوا ما شاء الله creamy وجميلة وطعمها تحفة، ولا بقى بتاعة المطاعم اللي برّه. كُليها بقى مع البرجر، مع الفتة، مع الشاورما، مع كل الحاجات اللي أنتِ بتحبيها. يالّا بقى إذا كنتوا وصلتوا لغاية هنا يا ريت لايك وشير، ويهمنا رأيكم بكومنت حلو ودعوة حلوة، وألف هنا على قلوبكم يا حبايبي.